أول مرة بتجربه بعدين بيصير عادة، فجأة بتلاقي حالك بالسجن. كيف بينشأ الإدمان؟ مرحبا، أنا محمد عقيل، بورجيك الوش الثاني من المعلومة، بفتش بدور وببحبش وبالآخر بعطيك اللوربة. الإدمان يا عزيزي هو مو ضعف شخصية أبدا، هو إعادة برمجة الدماغ. أي سلوك أو أي مادة بترفع الدوبامين بشكل كتير كبير، الدماغ بيحفظ هذا الشيء يساوي مكافأة ضخمة، ومع الوقت عزيزي بصير بيطلبها منك باستمرار. الدوائر العصبية بتعيد ترتيب نفسها من أول وجديد. الأشياء العادية مثل الأكل، الصداقات، الهوايات ما بتعود بتعطيك نفس المتعة للأسف، والمخ هون بيصير بيركز على الشيء الوحيد اللي بيجيب الطفرة. والأخطر من هيك، مع الاستمرار المتعة بتقل بس الرغبة بتكبر أكثر، يعني بيصير بدك جرعة أكبر لحتى توصل لنفس المرحلة من النشوة. الخلاصة، الإدمان هو شبكة عصبية مأسورة، مو مجرد إدمان. وهيك بنكون خلصنا. اعمل تاغ لرفيقك يلي مدمن على القهوة، على أرجيلة، على لعب التريكس. وإذا عجبتك الحلقة لا تنساني من اللايك والتعليق والمشاركة. سلام صديقي.